صباح الفل. ليه صلاح يسيب الفرقة ويروح يتعالج في ليفربول؟ شفنا مؤتمر محمد صلاح اللي طلع واتكلم فيه وقال ان احنا هنحقق نتيجة كويسة ان شاء الله في الماتش ونتأهل للأدوار الإقصائية وهنحقق البطولة سواء قريب أو بعدين. كان كلامه مقبول بالنسبة لناس كتير، لكن الناس اتصدمت لما شافت المدرب بتاع ليفربول بيطلع بيقول ان صلاح هيرجع يتعافى عندهم هناك من إصابة في شد في الخلفية. يفتكر البطولة اللي فاتت محمد الشناوي كان اتصاب في إصابة كبيرة في الخلفية، وكان معروف إن هو مش هيلعب أي ماتش تاني في البطولة، ومع ذلك كمل البطولة دعما لباقي الحراس اللي معاه. لأن هو التاني أو تالت كابتن للمنتخب. تخيل بالكابتن الأول إن هو بيسيب اللعيبة ويسافر. تخيل إن كابتن المنتخب سمح إن حاجة زي كده تطلع للعلن للإعلام ليلة الماتش. ليلة الماتشات الكبيرة دي بيسموها نايت اوف باتل، ليلة المعركة. في ماتش كبير تاني يوم، في ماتش هيحدد اذا كانت الدولة دي هتتأهل ولا مش هتتأهل. انت بتلعب من اجل بلدك، وده بالنسبة لها ماتش فاصل. مصر ان هي تطلع من دوري المجموعات دي في حد ذاتها كارثة. لو انت مدرك الكارثة دي استحالة كنت تطلع تتكلم وتقول اخبار زي كده، او تسمح ان اخبار زي كده تطلع في اليوم اللي قبل الماتش. كده هتسمح للعيبة ان هي تشتت اذهانها وتطلع بره الموضوع خالص. ما كانش صح ان صلاح يعمل كده. طيب صلاح ليه هيسافر؟ مش لاقي لها صراحة اي اسباب غير سببين. السبب الاولاني ان هو خايف على مسيرته، خايف الاصابة تتفاقم. مش مقتنع بالتأهيل اللي موجود في سواء مع المنتخب او كوت ديفوار عامة. وده يترد عليه بان ما ينفعش تسيب بلدك في الوقت ده، حتى لو كان ايه. ما تلعبش، ما تكملش البطولة، ما تنزلش الملعب تاني لو انت خايف على اصابتك او خايف انك انت ما تتأهلش كويس. بس ممكن تطلب ان فريق من طبي من ليفربول يجي يتابعك، يجي يشوف تأهيلك، يجي يباشر تأهيلك، لكن ما تسيبش المنتخب. انت كابتن المنتخب. انت مدرك يعني ايه كابتن المنتخب؟ ما كانش يصح ان محمد صلاح يعمل كده. السبب التاني اللي انا ممكن افكر فيه ان هو اتقمص واتضايق لما طلعت الناس اتكلمت ان هو اداؤه مش كويس. فرحوا باصابته ان هو، وده اعتقد ان هو السبب الاكبر. ان هو طلع شاف التفاعل على السوشيال ميديا وان طلعت برامج تقول اه صلاح كان وحش ولما طلع لعبنا احسن. تقريبا هو اتقمص من حاجة زي دي، وقرر ان هو طب خلاص انا طالما كده كده انتوا مش عايزيني انا مسافر. م- ما يصحش ابدا 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 انك تحط عقليتك او كاريرك كله كلاعب مصري قصاد اراء الجماهير. اراء الجماهير دايما على حق او تحترم، سواء كانت في صفك او ضدك. الجماهير دي ياما مجدتك ياما شالتك. لما كنت في البالون دور بتبقى في مراكز متأخرة، كانت هي اول ناس بتصور واول ناس بتبقى متضايقة. انت ليه بعد الموسم الجميل اللي انت عملته ده في مراكز متأخرة؟ الجماهير دي هي اللي رفعتك فوق، وهي اللي مجدتك، هي اللي شافت فيك حلم للفيلم بتاع العالمي، وهي اللي اتشرفت بيك. تيجي دلوقتي حقها ان هي لما بتلاقيش مردود في الملعب تتضايق وتنتقد، لكن مش من حقك ابدا انك تطلع ويبقى ده رد فعلك. يعني لو هتمشي كده، في لعبة كتير كان زمانها سابت منتخباتها وسابت أنديتها بسبب هجوم الجماهير. ما تمشيش كده خالص خالص. زمان معايا دايما اقول ان تصرفات محمد صلاح مش محسوبة يعني. ما تلاقيش بقيمته كلاعب عالمي دلوقتي. وده اللي حصل في النهاية، يعني محمد صلاح ساب الفرقة وهيسافر، واخبار طلعت في ليلة المباراة، وده لا يليق بكابتن منتخب مصر. صراحة اتمنى ما اشوفش شرط الكابتن على ايد محمد صلاح تاني، بل اتمنى ما اشوفش محمد صلاح يستدعى المنتخب مصر تاني، حتى لو هو من نفسه ما اعتزلش دوليا. اخر حاجة، يعني ايه محمد صلاح لو تأهلنا نص نهائي ونهائي يجي يلعبوا معانا؟ يعني ايه؟ يعني احنا نخوض الطريق ونتعب ونكافح ساعتك تيجي بالجاز على نص النهائي او النهائي؟ انت ما عانيتش معايا. درجة الرطوبة عالية مش قادر تستحملها في كوتيفوار. مش لاقي ردود حقيقية اقولها على اللي عمله محمد صلاح، مش لاقي.